السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نشوف مع بعض النهارده في الفيديو بتاعنا آه جزئية مهمة جدا هي بتحصل معانا وبتقابلنا مع كل المشاريع تقريبا، وهنشوف مع بعض برضو ازاي نعالج الجزئية دي خطوة بخطوة مع بعض. أول حاجة وهي إنه ازاي أنا أصلا بعمل عملية شراء والقيود المحاسبية الافتراضية المفروض بتحصل بعد تفعيل الإعدادات الأساسية الخاصة بعملية الشراء كاملة. تمام؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو النهارده. خلينا نبدأ على طول. طيب، احنا عارفين ان انا باجي على المنتجات هنا. طبعا بنشئ المنتجات بتاعتي بالكونفيجريشن الصحيحه بتاعتها، وانا مثلا على سبيل المثال لو خدت المنتج زي ده وقلت انا هعمل منه دوبليكيت كده واقول كيبل بوكس مثلا 501. اوكي، وحطيت له تراك انفنتوري وتايبس جود. كان بي سو كان بيرشيز، احنا عارفين طبعا الكلام ده. طيب هنا اخترت هنا كاتيجوري بتاعتي سيلابل. طبعا لازم اتاكد منها ان هي اوتوميتد، تمام، وافريج كوست عادي جدا، وحطيت الحسابات بتاعتي كلها مظبوطه، والحسابات برضو اكسبنس انكم تمام. هنتاكد من حاجه تانية كمان، هي انه الكونفجريشن بتاعتي في الحسابات الانجلو ساكسون متفعله عشان يقدر يرمي الكوست اوف جود سولد اثناء عمليه البيع. تمام، اتأكدنا إن هي هنا معانا متفعلة في قسم البانك أند كاش. كده نقدر إن إحنا نبدأ نشتغل. زي ما إحنا عارفين إنه طبعا أنا معايا هنا شيت بتاعنا اللي فيه خطوات، وبنبدأ إن إحنا نتكلم برضو معانا عليها، نتأكد إن البرودكت ستوربل برودكت وكاتيجوري اوتوميتد والأنجل ساكسون متفعلة. نبدأ بقى نتكلم عن البرشيز سايكل. طبعا في الريكوست في الكوتيشن والبي او انا ما بقدرش اشوف اي عمليات قيود محاسبيه في المرحله دي. ليه؟ لان هو مجرد اتفاق، مجرد نيجوشيشن، مجرد طلب عرض سعر من المورد لمعرفه الاسعار الموجوده عند المورد دوت كام. لسه ما اكدتش، لسه حتى لو اكدت بقى بي او برضو لن يتم اصدار اي قيود محاسبيه. في الانجلو ساكسون ميثود الكود المحاسبيه بتبدا تتران من بعد عمليه الاستلام. اول ما اكد عمليه الاستلام تبدا ان انت ترمي قيد تزويد الاستلام بتاعك على الحساب الوسيط السسبنس اكونت بتاعك، عشان تقدر تقول تعترف انك تم استلام كميه منتجات بتكلفه كذا. بعد كده بيتم عمل بقى ايه انشاء الفاتوره المورد وقفل الحساب الوسيط مع قفل الحساب الوسيط واثبات استحقاق المورد. دي طبعا الكود اللي احنا هنشوفها مع بعض وهنتكلم عنها. تمام. طيب هنا عند الحسابات، عند سوري الريكوست في الكوتيشن، نبدا ان احنا نعمل امر شراء جديد. تمام، فانا هاخد مثلا المورد دوت وهقول له اعمل لي برودكت جديد، هاخد 501 ده، واروح على الاون هاند اكتب 10. تمام، واحط هنا مثلا على سبيل المثال 100 مثلا. تمام، ومش هحط تاكس واتم ان انا اعمل التاكيد بتاعي. تمام، بعد كده هبدا ان انا اعمل هنا كونفيرم. تمام، الكونفيرم بتاعي طبعا ده كان ابروفل كنا عاملينه قبل كده مع بعض في الفيديو، بس خلينا نشيله علشان نقدر نكمل السايكل بتاعتنا ونشرح التفاصيل بتاعتنا. هقف هنا على البوتوم ده واشيل الابروفلز اللي كانت معموله وابدا ان انا اشتغل عادي. تمام، كان في هنا اتنين ابروفلز وهنشيلهم كده، ما فيش ابروفل، انا هبدا اكمل شغلي عادي. اعمل كونفير. تمام، طبعا لو حابين ترجعوا لموضوع الابروفل دوت برضو ممكن اشير لكم لينك الفيديوز ده، وان شاء الله يكون مفيد ليكم برضه. تمام، بعد كده هعمل ترتيب. عملت ترتيب بقى برشيز اوردر، وهروح استلم المنتجات دي في المخازن. اول ما بعمل عمليه استلام، تمام، واخدت رقم الاستلامه دي ورحت بيها على الحسابات، او اول ما اعمل هنا فاليديت على الكميه كلها بيطلع معايا الستوك فالويشن، اقدر من خلاله برضو اشوف الاون هاند من سوري الجورنال انتري من البوتون الصغير ده، واشوف ان انا عندي هنا زاد الستوك فالويشن واتحط الحساب سسبنس اكونت اللي هو ستوك انبوت على الكريدت اللي هو القيد دوت.
لما باجي استلم في المخازن بيطلع السوبرفيشن والانبوت على ديبت وكريدت. اوكي، ده اول قيد بنشوفه مع المرحله دي. انا البرشيز اوردر زي ما احنا عارفين انه ما بيطلعش اي قيود محاسبيه. طيب بعد كده المرحله الثانيه اللي بتتم ان انا بروح على البي او، واكد بقى ايه انشاء الفاتوره بتاعتي من المورد بناء على الكميه المستلمه او الكميه المطلوبه. لو دي تكون سياسه في شاشه المنتج، بتبقى على حسب الكنترول بوليسي اللي مستخدمه. تمام. بعد كده هاجي هنا على كرييت فيندور بيل وانشئ فاتوره جديده. تمام، واحط التاريخ بتاعها واعمل كده هنا ايه كونفيرم. بلاقي ان الستوك انبوت ده ظهر معايا كحساب ديبت. تمام، عشان يقفل الحساب الوسيط اللي ظهر في الاستلامه المخزنيه ويعانى نسبه استحقاق المورد. وده كان القيد الثاني اللي في الفاتوره اللي المفروض يطلع مع الفاتوره. طول ما انا شغال بالشكل دوت وبراجع على حساباتي، بلاقي ان الامور ماشيه بالشكل ده، يبقى انا كده في السيف سايد واموري تمام التمام. طيب انا دي الجزئيه الاساسيه الافتراضيه اللي انا حبيت اشرحها في البدايه علشان اعرض الفكره بعد كده، هي ان انا لما يكون اعداداتي مظبوطه كستربل برودكت يبقى دي الكود الصح اللي معايا. طيب لو اعداداتي مش يعني لو اعداداتي فيها حاجه غلط، اللي هي ايه؟ بعد كده انا هايد هنا. تمام، عشان اشوف التفاصيل بتاعتي. لو عندي بقى ايه كونسيومابل برودكت اتكريت بالخطا، سواء وانا انشات المنتج من شاشه البرشيزنج وانشات المنتج ككونسيومر برودكت، الكاتيجوري زي ما هي اوتوميتد وانا فعل انجلو ساكسون والتفاصيل شغاله معايا. طبعا دي القيود اللي هتحصل معانا اثناء ما انا بعمل عمليه الايه الشراء كامله بتاعتي، ومش هيطلع معايا اي قيود محاسبيه اثناء عمليه الاستلام، وهيبقى القيد بتاعي في فاتوره المورد الكوست اوف جود سولد كاعتراف بين اجمالي الكميه اللي تم شرائها اتصرفت على تكلفة البضاعة المباعة وأثبت استحقاق المرض. ده طبعا هنشوفه في الفيديو اللي جاي، واستنونا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.